السلام عليكم يا أصدقائي. هنتكلم عن إيه هو الزلزال. تخيلوا معايا إننا قاعدين على ترابيزة وفجأة حد جه وهزها، كل حاجة عليها اتحركت، صح؟ ده بالظبط اللي بيحصل في الزلزال. بس تعرفوا إيه السبب الحقيقي؟ الأرض بتاعتنا دي مش قطعة واحدة، دي زي البازل العملاق، مقسمة لقطع كبيرة اسمها الصفائح التكتونية. وزي ما انتوا عارفين، القطع دي بتتحرك على طول، ولما قطعتين يتقابلوا ويخبطوا في بعض، بوم، بيحصل الزلزال. وكمان في سبب تاني مثير، البراكين. لما البركان يصحى من النوم ويبدأ يغلي، الصخور السايحة جواه بتحاول تطلع لفوق وتدفع كل حاجة قدامها. وحتى الإنسان مع إنه صغير قدام الطبيعة ممكن يعمل زلزال. لما نحفر عميق قوي في الأرض أو نعمل تفجيرات كبيرة ممكن نخلي الأرض تتهز من غير ما نقصد. عجبكم الشرح ده؟ متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد، وشاركوا الفيديو مع أصحابكم علشان يتعلموا معانا. نشوفكم في الفيديو الجاي.